السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم راح نلبي لكم الطلب ديالكم، نمد لكم وصفه المخبز بالكاوكاو مع كامل اسرار نجاح هذه الوصفه، وكيفاش يجيكم معسل ويقعد اطول مده ممكنه وهو معسل داخل وما راهوش رايح يبس. اليوم نمد لكم كامل اسرار نجاح هذه الوصفه، ونمد لكم مقادير قليله يعني تاع 10 حبات، اي وحده تقدر تجربوا. فوالا خياتي، نتمنى ان شاء الله تقعدوا معايا ونروحوا مع بعض نشوفوا الوصفه، المقادير وطريقه التحضير. كم تشوفوا معايا خياتي، اول حاجه درتها رحت لهداك الكاوكاو، نحيت له هذيك الريحه القاصحه، نحيت له هذيك الزيت. على بالكم باللي الكاوكاو فيه كميه كبيره تاع الزيت، وتحصلت على هذا النتيجه كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام ديالو، يعني كي تشوفيه يبان لك اللوز ماشي كاوكاو، وراه محافظ على اللون الذهبي ديالو كما راكم تشوفوا. انا بهذه الطريقه نعالج الكاوكاو ديالي ونعمل به كامل الحلويات التقليديه ديالي، يعني ويجيوني كشغل تخدمت باللوز ماشي بالكاوكاو. نخلي لكم الرابط كيفاش تعالجي الكاوكاو ديالك في اول تعليق مثبت. شوفوا معايا البنات، انا لهنا رايحه ندير رطل تاع الكاوكاو. من لهنا راني كتبت لكم المقادير تاع 10 حبات بالضبط البنات كما راكم تشوفوا معايا. لهنا درت رطل تاع الكاوكاو يعني 500 غرام كاوكاو كما راكم تشوفوا. حطيت معاهم 150 غرام سكر عادي، نحطوا مغرف صغيره تاع لافاني، ونحطوا ايضا مبشور الليمون. لهنا مبشور الليمون لازم البنات في المشكلات زيريات المخبز، مبشور الليمون لازم يكون حاضر. هكذا خياتي كما راكم تشوفوا. من بعد نضيفوا البيض ديالنا غير بشويه البنات، لازم تروحوا معاه غير بشويه بشويه حتى تطمي العجينه ديالك. لهنا يعني نخلط الحبه تاع البيض كامله البنات، ما نديرش الصفر وحده ولا البياض، حبه تاع البيض كامله، ونعجن مليح كما راكم تشوفوا. نضيف البيض غير بشويه. لهنا راني نشوف اذا خصو البيض ولا لا. العجينه ديالكم لازم ديروها طريه وتكون شاده روحها، بالكو ديروها جاريه البنات، ومن بعد يفسد لكم كامل الشكل ديالو. هاوليكم القوام تاع العجينه كيفاش دايره. هكذا البنات فرطل تاع الكاوكاو، يعني لهنا في هذه الكميه درت حوالي 2 حبات تاع البيض، مي نتوما روحوا معاه غير بشويه البنات. هاد العجينه البنات لازم ترتاح على الاقل ساعه ساعتين، يعني كل ما خليتيها باتت كل ما راكي رايحه تحصلي على نتيجه خير وخير. وهذاك السكر راهو رايح يذوب لك لداخل، والمخبز ديالك يجيك معسل. لهنا دو بريفيرونس تخدميها في الليل يعني، ومع الصباح يعني تخليها تبات ليله كامله، غدوه من هذاك تخدمي بها. لهنا البنات راني نوري لكم في القطعات تاع المخبز عفوا. لهنا تبعوا الديكور يعني على حسب الديكور ديالكم. انا لهنا راني رايحه نديرو مدور كيما راكم تشوفوا. المخبز لازم يجي عالي البنات، هكذا البنات لازم يجي عالي كيما راكم تشوفوا. كاين هاد القطاعه يعني كاين بزاف قطاعات تاع المخبز وكامل يجوا عاليين، شويه صغيره الوغ راح نخدم بهذه كيما راكم تشوفوا. لهنا لازم ترشي يعني كميه مليحه تاع الفرينه فوق لو بلان دو طرافاي ديالك هكا، وتطبعي كيما راكم تشوفوا. الطابع ديالك لازم تدخليه في الفرينه، تنفضيه شويه من بعد باش تطبعي به العجينه ديالك. هكذا البنات كيما راكم تشوفوا. المخبز ديالكم خياتي جامي كيما نقولوا تطبعي المخبز وتخليه هكذاك. شوفوا لهنا كيفاش كانت، شوفوا كيفاش ولات. لهنا مهما كان الشكل ديالو لازم تسقمي الحبه ديالك تاع المخبز. شوفوا معايا لهنا كيفاش راني نخدم. لهنا كشغل رايحين نخدموا الفاكهه، نستعملوا الايادي كيما راكم تشوفوا. لهنا راني سويت الحبه ديالي، دخلت لها كامل هذوك الحرف ديالها. الان لازم ندخلوا لها القاعده، لازم البنات كيما رايحين تشوفوا معايا. وعلاش؟ على خاطرش المخبز كي تدخليه للفوغ ديالك باش يطيب راهو رايح يبدا يتنفخ من تحت، يعني في القاعده هي الاولى اللي تتنفخ. هكذا البنات من بعد يزيد يتنفخ لك من الفوق، مي من الفوق ما راهوش رايح يتنفخ كيما القاعده. على هذيك البنات كيما وريت لكم. لهنا القاعده ندخلوها شويه بالزياده على الجهه الفوقانيه ان شاء الله. لهنا الصوره تكون واضحه يعني شويه فقط. هكذا البنات شوفوا كيفاش راني نخدم. سقمت الحبه ديالي من بعد دخلت لها القاعده ديالها شويه بزياده على الجهه الفوقانيه، استعملت هذيك الكوبات. فوالا البنات والحبه ديالي جاتني يعني متحوفه وجات عاليه.
هكذا خياتي كما راكم تشوفوا السنيوه ديالكم اللي يعني طيبوا فيها المخبز لازم ترشي فيها كميه مليحه تاع الفرينه. ردوا بالكم لانه المخبز يلصق، الوغ ردوا بالكم خياتي. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا المخبز ديالي ندخلو للكوشه يطيب على 180 درجه، يطيب لي من تحت ولازم يطيب دوغي ولا يدي هذيك التحميره الخفيفه. بالك تحمروه بزاف البنات ومن بعد يجيكم يابس، على خاطرش المخبز ما فيهش حاجه كبيره اللي راهي رايحه طيب، فيه غير هذاك البيض ينشف. هذا ما كان تشوفي المخبز ديالك تشقق، ادى هذاك اللون الذهبي شباب كما راكم تشوفوا، من تحت يطيب لكم دوغي محمر شويه بهذه الطريقه ويجيكم مشقق. هكذا خياتي المخبز ديالي وهو سخون ندخلو للشربات. هذا السر من اسرار نجاح المخبز ديالك ويقعد لك اطول مده ممكنه وهو يعني معسل داخل. لهنا نخليه 20 مينوت، نص ساعه عادي، يعني ما يصرالو والو، خليه نص ساعه نورمال. ومن بعد قطريه قبل ما ديري له عفوا الكلاصاج. هكذا البنات لازم تقطروه، يعني تنحوا الحبيبات ديالكم تحطوهم تخلوهم ينشفوا من بعد باش ديروا لهم الطليه. الشاربات فيها 2 كيسان ماء مع كاس سكر، يعني يغلي وغليه ولا زوج وتطفوا عليها تخليها تبرد، من بعد ديري فيها المخبز وهو سخون. هكذا البنات كما راكم تشوفوا انا هذه هي طريقه ديالي كيفاش نطلي يعني كامل الحلويات ديالي. نخدم بهذه الطريقه، جامي نحكم الحبه ديالي ونغطسها داخل المخبز ونجبدها، لا ما نخدمش هكذاك، لازم نخدموا حاجه نقيه والطليه تقعد لنا نقيه. الطليه راني شاركتها معكم راهي في القناه البنات، يعني هي نفس الطليه اللي خدمت لكم بها الكعيكات. رايحه نخليها لكم في اول تعليق مثبت، يعني نخليهم ليله كامله ينشفوا، دو بريفيرونس تخلوهم ينشفوا مليح. انا لهنا ما كانش عندي الوقت البنات، كوموندات هذه الحلوه كيما اليوم غدوه من هذاك جات داتها، مي مع الصباح كملت لها الديكور كيما راكم تشوفوا. هذا الديكور البنات اللي حبت تشوفوا كيف راهو في القناه، كيف البنات نخلي لكم كامل الروابط ديالهم في اول تعليق. كيما راكم تشوفوا خدمت هذا الازهار ديالي، وريت لكم العجينه اللي خدمت بها كيفاش تحصلت على هذاك السائل هذاك الدوغي، يعني وريت لكم كلش بالتفصيل في فيديو. نخلي لكم الرابط ديالو ايضا في اول تعليق. لهنا كملت كامل المخبز ديالي، جوزت عليه هذاك الناكخي كيما شفتوا معايا وريته لكم البنات. هكذا البنات وهذه هي النتيجه. المخبز ديالي جاني ما شاء الله والحبه جات كبيره، يعني ما شاء الله. شوفوا لهنا المخبز ديالنا خدمناه بالكاوكاو مي جانا معسل الله يبارك، جا ما شاء الله. وريت لكم كامل الاسرار باش تحصلوا على هذا النتيجه. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون لاعجابكم. نتلاقى بكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.